السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. كابتن أحمد حسام ميدو بيمارس الاستفزاز لكل جماهير النادي الأهلي وبيحاول يضايق الناس وبيقول لك والله كل الجماهير اللي كانت في الاستاد في مباراة القمة اللي اتلغت، بيقول لك كل الجماهير الزملكاوية كانت بتدعي إن الأهلي ما يجيش عشان ياخدوا الثلاث نقط، لكن أنا من جوايا كان متأثر أوي. هو ينفع ممثل؟ زكي في هذه الأثناء، يعني ماذا يقول ميدو ليه؟ يتحدث لحسن شحاتة. إذا كما نرى، إذا واضح أن ميدو لا يريد أن يغادر. يعني هذا قرار مدير فني لابد احترامه. يعني رأينا لاعب مثل هنري كامارا خرج ودخل حاجة ضيوف. يقول لك لكن أنا من جوايا كنت بدعي وبقول يا رب ان الاهلي يجي عشان يتغلب، عشان انا متاكد ان احنا هنكسب الاهلي. ده بالتاكيد ده منين انا مش عارف. هذا 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 هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا، بس انا متفائل. على اساس ايه يا كابتن ميدو؟ اصلا كنت متيقن ان الزمالك كان هيكسب. على اساس ايه؟ اولا مباريات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس خالص. بص شوف الحكاية، وبص شوف الرواية، وبص شوف الكورة العرضية والخبرات واللمسة الراسية. نيجي بقى للارقام والحسابات. الزمالك في الدوري ترتيبه الكام عشان انت عايز تقول ان احنا هنكسب، او انت معد نفسك كويس؟ كمان الحاجه الوحيده اللي الزمالك فيها السنه دي فعلا، واعترف إن الزمالك فيها رقم واحد، وهو بطل الإنذارات. الزمالك أعلى فريق في مصر واخد إنذارات. ليه واخد إنذارات؟ لأن عنده خط وسط قوي جدا، اللي هو نجم منتخب مصر حاليا دونجا. دونجا اللي هو في توا جايبين لي واحد بيكسر في الناس، جايبين لي واحد في توا. الزمالك كل سنة كل كام موسم كده يفاجئنا بواحد يودي الفريق في داهية، يودي الدنيا كلها في داهية. الزمالك كل مرة يقدم لنا واحد يكسر في لعيبة الدوري. كان الأول طارق حامد، ودلوقتي بقى دونجا. دونجا اللي واخد كمية إنذارات لا تعد ولا تحصى، مكسر في كل لعيبة الدوري. عشان كده الزمالك صدر الرقم واحد في الدوري في الإنذارات، الفريق رقم واحد في مصر في الإنذارات. الأهلي أقل فريق واخد إنذارات. لا لو التاني شهاب وتسديده والهدف، يخرب عليك يا راجل. يا شهاب يا مسيكة. شوف الفرق بين الاثنين. نيجي لنقطة تانية. بقى الشيء الجميل بقى كمان اللي دونجا ما شاء الله، يعني برضو حسام حسن ليه رؤية حلوة. خد دونجا عشان راجل بلطجي بيعرف ياخد حقه بدراعه في خط الوسط. انا مش عارف اللعيبة دي اصلا اختاروها على اساس ايه. يعني اللي اختار دونجا ده ولا طارق حامد ولا اختاروهم ازاي؟ لسه جاب جون جميل، شوطة قوية عادي. في سنة من السنين كان الأهلي عنده لاعب اسمه عمرو أنور. مش هديك مثال يا عم وأقول لك زمالك، لأ، الأهلي كان عنده لاعب اسمه عمرو أنور من سنين كده. اللاعب ده كان على قده جدا في الكورة، بس في ماتش شاط فيه كورة مش ممكن جول، على حس الكورة دي سافر الخليج واحترف بره وخلص الموضوع. أهو دونجا نفس الحكاية، هتلاقي تاريخه كله هي الكورة الطفش اللي جات ماتش دي على طول. زي مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني اصلا مش لاعب. مجدي عبد الغني على فكره للي شافه او اللي ما عاصروش، خش كده او كلم حد فاهم قول له ايه رايك في مجدي عبد الغني، هيقول لك مش لاعب اصلا. اللي هو ضربه الجزاء وانا احسن واحد وبقى لي 28 و30 سنه وجبت لكم الجون اللي وداكم. مجدي عبد الغني كان خط وسط لاعب ارتكاز، بيكسر في اللعيبه. نفس الحكايه. انا واحد من الناس ما بعترفش اللاعب اللي هو بيكسر في اللعيبه، لكن في لاعب تكتيكي. مروان عطية مثلا بيقطع الكرة بحرفها، قليل لما بياخد فاولات انذارات، بيعطل الهجمة صح. عايزين نفصل بين اللاعب الحريف التكتيكي واللاعب اللي هو بلطجي. دي نفس الحكاية. تفصل بين دي ودي، بين تامر عبد الحميد وبين اسماعيل يوسف مثلا. ده بيكسر وده لاعب فاهم كورة. تامر عبد الحميد هو لاعب زملكاوي، والنجم الكبير الأسطورة بتاع الزمالك النجم فاروق جعفر هو كان خط وسط. اللعيب الحريف حريف يا جماعة، اللعيب الحريف حريف. في فرق بين لاعب ارتكاز بيقطع الكورة بحرفنة زي حسام عاشور مثلا، أو هادي خشبة زمان، وعلاء ميهوب خط وسط حكاية التاريخ بيحكي عنه، وبين واحد بيكسر في اللعيبة.
يقول لي بعطل الهجمه. يا سيدي عطل الهجمه من غير كارت احمر وانذار، عطل الهجمه من غير ما تاذي زميلك، عطل الهجمه بحيث ان انت تفيد فريقك، مش تبقى عبء على فريقك والفريق يخسر المجهود لاعب ويطرد وهكذا. في فرق كبير يا جماعه في المواضيع ديت. في فرق بين لاعب ارتكاز في فرق بين لاعب ارتكاز بيبوظ الهجمه وبيتبني عن طريقه هجمه، وفي فرق بين لاعب اصلا فاهم كوره، لاعب بيصنع هجمه، لاعب ارتكاز وبيصنع هجمه. زي ديونج كده لما كان في الاهلي، ديونج كان بيعمل مشاوير وسرعات رهيبه وبيعطل الهجمات. اللعيبه كتير الحريفه اللي هي في خط الوسط اللي بتعمل ديت. في فرق بين حمدي فتحي لاعب ارتكاز قوي وبين لاعب زي دونجا فتوة. الشهاده لله فتوة ينفع، الشهاده لله دونجا ينفع في الخناقات، لكن ما ينفعش ولا يصلح كلاعب كوره ابدا. انا بقول لك الفكر الكروي المظبوط. انت ليك رؤيه تانية بقى وباصص لتحيز اهلي وزمالك وكلام زي كده، ما ينفعش. احنا بنتكلم كناس فاهمه. فانت عندك واحد زي محمد الشيبي بتاع بيراميدز. محمد الشيبي من احسن اللعيبه في مصر، ويمكن يكون رقم واحد في رفعات الكوره، بيدي لك الكوره بالمقاس. لاعب بيراميدز اهو بيديك الكوره بالمقاس على رجلك على هدك، استاذ. اخلاقه عايزه تتظبط شويتين مش شويه واحده، بس انا بتكلم ككوره الراجل ممتاز. انت عندك دونجا بقى، دونجا لا كوره ولا اخلاق، لا ده ولا ده، يبقى انت باقي عليه ليه اصلا؟ لا ده راح المنتخب كمان، ربنا يستر اصلا على المنتخب. في النهايه شكرا لكم، السلام عليكم.